السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ وحشتوني من الفيديو اللي فات. النهارده بقى عاملين كيكة كده صغننة كده جميلة بصوص الشوكولاتة، بس تحفة. بس طبعا انا صبيت الشوكولاتة على طول وقطعتها على طول لان الشوكولاتة سايلة كده، طعمها بصراحة يجري الريق. خطيرة خطيرة. وعاملاها ايه ببيضة واحدة، طعمها جميل جدا جدا جدا. بص بقى صوص الشوكولاتة عايمة ازاي، جميلة جميلة. تعالوا بقى اقول لكم احنا عملناها ازاي بطريقه جميله جدا. بصي طريه من جوه ومفروله كده حلوه قوي. وصوص الشوكولاته غرقتها كده وخرمتها كده من بالخشبه ودخلت جواها، فنازل من جوه صوص، بس هو مش باين عشان طبعا هي كلها بالشوكولاته فمش باينه، انما هي من جوه بتخر شوكولاته. بصي جميله تحفه. طيب اقول لكم عملناها بايه. مقادير بسيطه قوي قوي قوي. انا معايا 3 مكعبات زبده، يعني حوالي معلقتين، واربع معالق زيت. دي اول حاجه حطيتهم هنا. وعندي شوكولاته في التلاجة سايحه كنت عاملاها من الحلويات، بس هقول لكم انا سيحتها ازاي. وعندي نص كوبايه لبن وبيضه وكوبايه دقيق. بص انا احط 4 معالق زيت بالظبط، 4 معالق. دي 3 معلقه، ودي الرابعه. 4 معالق زيت ومعلقتين زبده او معلقتين سمنه بس. واحط 4 معالق سكر عشان طبعا صوص الشوكولاته مسكر. وانا خرمتها ودخلت جواها الشوكولاته. بصي 4 بالظبط. يعني 3 ونص، بس حط 4. واحط معلقه كاكاو. حتى استكترتها، لا حطيها كلها يا منى، حطيها يا منى كلها. بس هي تردد وحش. واحط اللبن كله على بعضه كده واشتغلي بقى بالمضرب، لان الزبده بدرجه حراره الغرفه، واللبن دافي شويه، فكده كده كله هيدوب مع بعضه. قلبت بقى وبعدين كسرت عليها البيضه سريع سريع كده. وبعدين احط عليها الفانيليا. اضربي برضه ضربتين كده. اللي ما عندوش يا جماعه مضرب يدوي على طول، هي مش هتاخد حاجه، هي اصلا هي مش كيكه اسفنجيه، ده كيكه جميله جدا كده وهشه وجميله. واللي وصل لحد هنا يعمل لي لايك واعملي اشتراك للقناه يا جماعه وفعل الجرس. بصي وحطيت الفانيليا برضو، راح ضربها شويه ضربتين كده. وبعدين بقى احط البيكنج باودر واحده واحده كده. حطي كل حاجه. حطيت السوائل الاول كلها، وبعد كده حطيت احط بقى ايه البيكنج باودر والدقيق على بعض كده. يعني تعمليها كده وانت واقفه في المطبخ، سهله كده وحاجه خفيفه كده، متقعديش تتعبي نفسك. تجيبي السلطانيه وحطي المقادير واحده 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 على طول. طلعت خطيره وجميله جدا جدا جدا. انت بتجيبيها من بره بالشيء الفلاني، واضربيهم بقى مع بعض كده. ضربنا دلوقتي، حطينا البيكنج باودر، معلقه بيكنج باودر كبيره، وحطينا كوبايه الدقيق، وهقلبهم في بعض. بصي عامله ازاي. هتجيبي الدقيق من تحت بس كده عشان ايه كلها تتجانس مع بعضيها. اضربها بقى ضربتين، تتجانس كلها مع بعضيها. بصي اهي خلاص كده خلصت الكيكه. اجيب بقى الاسباتوله، الم كل اللي في الحروف ده كله وادخلها ببعضيها. بصي كريمي جميله ازاي. والله طلعت عجينه التورتايه كمان طلعت تحفه وجميله جدا، وهي كلها بيضه وكوبايه دقيق ومعلقتين، يعتبر يعني 3 معالق سمنه. هاتي بقى القالب بتاعك ودهنيه كويس. لو عندك قالب زي ده ادهني الجناب كلها عشان الفورمه دي تبان ما تلزقش فيها. ادهنيه كله كله. بصي دهنته كله كله كل الزوايا كلها. لو عندك القالب ده تدهنيه كل الزوايا. بصي منزله السمنه او الزيت في كل الزوايا عشان ما تلزقش منك. واحده واحده بالريشه كده دهنتها كلها. نجيب بقى الكيكه اصبها. صوص الشوكولاته بقى اللي عندي دوت، انا كان عندي نص قالب شوكولاته. بتحطي عليه حوالي 6 معالق لبن، تدخليه الميكروويف يسيح، طلعيه وحطي عليه معلقه زيت عشان يلمع بس. ولو عندك شوكولاته عايز تعملي صوص الشوكولاته بالكاكاو، مكتوب عندي، بخش عندي على قناتي هتلاقيه موجود. بصي بقى هي استوت وهقلبها بقى دلوقتي.
بس شكلها بقى طلعت خطيره، وخدت يعني علت كمان عن القالب بتاعها. بجيب بقى صوص الشوكولاته مسيحاه في الميكروويف. بصي مسيحاه ازاي، اي صوص شوكولاته عندك. بعمل الوش بتاعها. بعد كده بجيب بقى الخشبه اخرمها كلها عشان يخش جواها السائل دوت. بس بحطها كتير ازاي، اوزعها اشربها بس من ايه، من الوش بتاعها. شكلها تحفه، جميله جدا جدا. جبت بقى الشيش طاووق بتاع الشيش طاووق، بخرمها بقى كتير لان الشوكولاته دي تنزل تحت. بس خرمتها ازاي كتير بقى، خرم كتير قوي. تفتحيها من جوه بقى تلاقي ايه، مواسير كده بتاعت بصي بتشرب الصوص بتاعها ازاي، بينزل ازاي. حطي بقى تاني. بعد كده بقى املي كل هينزل بقى جواها دلوقتي. بعد كده بملى كل الجناب كلها. طبعا انا بنعمل الحاجات دي عشان اطفالنا. بملى بقى كل الورده دي واحده واحده كده، فرع فرع كده، لحد ما بقى سايحه في الشوكولاته كده بقى، الصوص بتاعها خطيره خطيره. بس شكلها تفتح النفس، جميله. شكلها بقى جميل. ما تنسوش يا جماعه تعملوا لي لايك والاشتراك، واللي وصل لحد هنا. بس شكلها بقى تحفه، جميله جدا جدا جدا. شبعيه بقى كلها بصوص الشوكولاته، شبعيه لان هي الاساس بتاعها الصوص بتاع الشوكولاته. بصي بقى وهي بتخش التلاجة بقى هتلاقي الشوكولاته دي عملت طبقه عليها. بصي بقى عايمه عايمه في صوص الشوكولاته، جميله ازاي، تحفه تحفه تحفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والقاكم ان شاء الله بالفيديو الجاي باذن الله على خير وصحه وسلامه. السلام عليكم.